مواتي بيان سبورس. هذا هو ملعب حمادي العقربي برادس بتونس. الموعد مع القمة التونسية السودانية في مجموعة عربية خالصة تضم السي ار بي شباب الوزداد ونادي كذلك الزمالك. أهم ذكريات وأجمل محطات نبيل معلول كمدرب لفريق الترجي، بل في مسيرته كمدرب، لأنه يعرف قيمة الشامبيونز وقيمة رفع الكأس غير جذاب الراس. ولا زالت هنا السودانية ومعز بن شريفية لا زالت صعبة في وضعية التسلل. المريخ السوداني مشاهدينا الكرام فريق يعرف بالمواجهة صعبة جدا لتونس من أجل التسجيل، واضح ذلك في السبع دقائق الأولى. لا يتعلق الأمر بلعب ماتيو زينيو، بينما كرة مريخابية العرض بن حميد على الطرف الأيسر بينية ممتازة، ولكن طالت بعد ذلك على حمد ولوني. 3-3 بالنسبة للترجي، أعتقد 4-3-3، بينما هناك كرة محاولة الانسلال لفائدة فريق المريخ. هنا ملعوب بشكل ممتاز، العرضية وفيها ركنية، التمرير، الخطورة لا زالت صعبة، فيها إمكانية في المنطقة، مرفوع الكرة في القائم الأول ولا زالت صعبة، فيها إمكانية الخطورة والتسديدة. هو اكس تبادل ممتاز، هذه ممكن فيها خطورة، تسديدة فيها تسرع. أخرى الركنية الماضية خروج معز بن شريفية، باولو سيرجيو حاول لوني اللاعب الليبي، تمشي كرة في الجهة اليسرى، 1 ضد 1 وفيها ركنية، التحضير ممتاز، إمكانية التسديد والخطورة الأولى لفريق المريخ. انطلاقا من هناك من اليكس وعجب يعتذر بهذه الطريقة. شوف الإعادة استلمها ثم باليسرى كانت ضعيفة غير مركز، هذه مرفوعة بوشنيبا يرفعها وفي صافرة على الجهة اليسرى، فيها فقدان توازن وبالتالي ازداد والترجي والمريخ والزمالك، بينما لدينا كرة للترجي العرضية ولكن فيها تمشي كرة في الجهة اليسرى. يا سلام على المراوغة، فنيات رائعة في العرضية، هي عرضية والراسية. بعد ذلك محمد المصطفى، بعد ذلك يخرج إلى الركنية مصطفى محمد إشار على تموضع ممتاز للاعبي المريخ. حمد الهوني يدخل، الهوني يسدد. الزملكاوية مازن محمدين في العمق ممتازة، بطاقة صفراء، لمست الكرة حمدو، رجعت لي الدولي الليبي بالكعب، التسديد ولكن دفاعيا يغلق المساحات ويراقب. 1 ضد 1 فيها ركن في المحور، ومعهم أليكس سيلفا ومازن محمدين في الجهة. الكرة استلام الكرة الدوران، حمدو مرفوعة بالراس مرة جانبي، باولو سيرجيو معز بن شريفية يتقدم، يلعب الكرة مرفوعة ممتازة بالراس، التقدم بسرعة، لكن العودة كذلك أسرع لدفاعات المريخ، العودة أسرع. مصطفى كرشوم لمن يا أنيس، التمويه ممتاز، 1-2 رائعة، هذه ممكن هذه الإعادة، باولو بدل ضايع، هذه الكرة الأمامية والمصطفى كان يترفع الكرة لين 1 ضد 1، توقع يراقب وفيها عرضية، لكن الدفاع بقيادة حتى الآن. شوف هنا الوضعية سليمة، أنيس البدري هنا لحظة تردد فيها. مريخ رايع، هذه العرضية محمد علي بن رمضان يسدد. الخبرة يا ناس عند المعز، يا سلام على هذه الأجواء. هذه الأخيرة العرضية، دقائق لهذه اللحظات. سعود فوسيني الرأسية، الكرة العالية يربحها ندية كبيرة، أنيس يرفع الكرة على القائم الثاني بالراس، كم كانت صعبة، لا زالت المريخ، العرضية في القائم الثاني، بالكعب هنا لا زالت العرضية والركنية. 2010-2015 حمد الهوني سدد الدولي، زين المحمدين بوشنيبا في الصعود، العرضية ممكن التسديد للترجي، لأن معظم التسديدات غير مؤطرة غير مركزة، بل ولعب بوغرين العرضية لكن سهلة تصل مباشرة إلى محبي برايان أنغولو. هذه الإعادة، اللحظة اللي طالب فيه حمدو الهوني
المرة الجانبية تيزا هنا من الجهة اليمنى مع أنيس البدري. بوشنيبة لم تصل لبوشنيبة والتغليبية. هذه الإعادة حمدو استلم، حمدو دخل، حمدو لفريق المريخ. حمدو لوني لازال يحتفظ بالكرة وإذا استلمها حمدو الهوني تابعها. الهوني العرضية ستلعب هذه الضربة الحرة الجانبية مرفوعة الكرة بالراس هذه. لكن عموما أليكس يلعب تماس داخل منطقة الجزاء. معز بن شريفية في المتابعة. هذه مرتدة الانطلاقة بعد أن خرج. خطأ. هنا ممكن جول. من ياسين مرياح يتقدم ياسين على التمرير بعد ذلك لكن فيها تغطية. هذا خطأ كبير. ضغط قوي. نعمل ضغط المهاجم الترجي. حمدو لوني في القائم الأول والمصطفى. استلام من حمدو يمر. نبيل معلول ستلعب هذه الركنية بالراس. هنا أعطى تمرير غيلان والتحضير داخل منطقة الجزاء بالراس. أليكسيد التسديد. حمدو لوني تبادل جميل وصلت على الطرف الأيسر لكن فيها تغطية مستلم الكرة. تسديدة هنا تلعب الجانبية. مراوغة ممتازة الأولى الثانية العرضية تسديدة. كانت رائعة التسديدة الماضية. هذه العادة مع توزينيو البرازيلي. حاسم لنادي الترجي. تصل الكرة على الطرف الأيمن فيها عرضية. شكر للحارس محمد المصطفى. أي شجاع وأي الركنية لفائدة الترجي وبالراس. لم يرك. حاولت المرور هنا. إمكانية العمق لأن التمرير في العمق هذه ممتازة. الهدف استلام. رائع اللمسة التحضير التسديد فيها تسرع لفائدة الترجي. رأسية التسديد العودة والتموضع في الدفاع. تبادل جميل فيها وضعية تسلل. الكرة تمر من وحداة القائم الأيسر. المتابعة الكرة الثانية مهمية الرأسية وجول. محمد أمين توغاي في الوقت البدل الضايع يمنح هدف الانتصار للترجي. الترجي لا يستسلم. الترجي يؤمن بحظوظه كاملة. الترجي نعم يسجل في الوقت القاتل في الوقت البدل الضايع. محمد أمين توغاي متابعة ولا أروع. توغاي الحل من المدافع يسجل هدف التقدم لشيخ الأندية التونسية. الترجي لا يستسلم. الكبير لا يستسلم. وتوغاي يحرر جماهير ملعب حماد العقربي بهذه الصورة. خطأ من حارس المرمى وتوغاي يعاقب بهذه الصورة. تقدير هذه المرة لم يكن موفق لمحمد المصطفى وتوغاي يكمل للشباك. إذن أجواء نادي الصفاقسي ضيفا على اتحاد تطاوين غدا الجمعة في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة المجموعة الأولى للدوري التونسي الممتاز. ولن تكون المهمة سهلة للصفاقسي باعتبار أن اتحاد تطاوين في وضعية صعبة وسيكون أمام حتمية الانتصار على أرضه وأمام جماهيره. ويتقاسم الفريقان المركز السادس برصيد 6 نقاط لكل منهما من 6 مباريات. ويصعد الفائز في هذا اللقاء للمرتبة الرابعة. ويعاني الصفاقسي من بعض الغيابات مثل ظهير محمد أمين حمروني ومتوسط الميدان حسين علي لتراكم البطاقات الصفراء.
كما يفتقد الصفاقسي جهود حازم الحاج حسن وبلال الحمعوني ومحمد أمين الزيتوني وإياد بالوافي وشادي الهمامي لأسباب صحية. ويبحث الصفاقسي بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جاكوباتشي عن فوزه الثاني بعد الانتصار على البنزرتي في الأحد الماضي.